السلام عليكم اخواني الكرام، اهلا وسهلا فيكم في قناه اخوكم ابو عمر. حكينا بالفيديو السابق عن طريقه فتح حساب شام كاش، وعملنا تجربه ايداع وسحب عمليه على حساب شام كاش. هذا الحكي شباب سويناه ونحن ضمن سوريا. هلا حاليا نحن في اسطنبول، انا حاليا هلا باسطنبول تركيا. كيفيه تحويل الاموال من تركيا الى سوريا عن طريق حساب شام كاش. هذا الحكي للأشخاص اللي بسوريا، سواء كان عندهم حساب شام كاش أو ما عندهم. كيف الطريقة؟ بهالفيديو إن شاء الله شباب رح نحكي عن طريقة تحويل الأموال من تركيا إلى حساب شام كاش في سوريا. بتمنى الشباب قبل ما نبلش هذا الفيديو تدعموني بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وخلونا نبدأ على بركة الله، فلنبدأ سويا. إذا أول شيء شباب راح توجه إلى السوق وروح لعند أقرب شركة شحن سورية أو المكاتب السوريين المنتشرة في كل تركيا، واطلب منه إيداع $100 في حسابي في شام كاش. راح يطلب مني الباركود تبع حسابي في شام كاش، راح أضغط على استقبال وأبعث له الباركود عبر الواتساب. طبعا شباب في عمولة تحويل، يعني عن $100 طلب $5، يعني راح ينزل في حسابي في حساب شام كاش $95. طبعا شباب هون المكتب بتركيا عنده حساب شام كاش بيحول للناس مقابل عمولة. إذا هلا وصلت الرسالة، لاحظوا شباب عم يقول لي لقد وصلتك حوالة جديدة. راح أدخل إلى برنامج شام كاش وأتأكد. راح أحرك شريط العملات إلى الدولار. إذا فعلا شباب نزل $95 في حسابي في شام كاش. إذا بضغط على زر التحويلات ببين مصدر الأموال يلي إجاني، مثلا هون مكتوب هي شركة الشحن وإجاني $95 منها. هلا هيك شباب صار عندي أنا رصيد في شام كاش وأنا بتركيا، صار فيني حول هذا المبلغ لأي شخص أو عدة أشخاص في سوريا، سواء كان عندهم حساب شام كاش أو ما عندهم. طيب الحالة الأولى إذا كان عندهم حساب شام كاش بطلب منهم يبعثوا لي الQR عبر الواتساب. ومثل ما تعلمنا شباب بالفيديو السابق، لإرسال حوالة بضغط على إضافة مستلم. هلا هون شباب يا بلصق العنوان يا بلصق صورة الQR. راح أجرب الحالتين. راح ألصق هلا العنوان، راح أروح إلى الواتساب وانسخ عنوان الQR. إذا هي شباب الأرقام الموجودة تحت رمز الQR بنسخها وبروح إلى برنامج شام كاش بلصقها. هلا بضغط على أظهر الحساب. إذا هي معلومات المستلم. هلا بضغط على إضافة إذا كان هو زبون دائم عندي، أو بضغط على إرسال من أجل إرسال الحوالة. هلا إذا عندي دولار بحول دولار، إذا عندي سوري بحول سوري، إذا عندي تركي بحول تركي. حاليا أنا عندي دولار، راح أضغط على دولار، راح أحط المبلغ $20 وبعدين بضغط على إرسال. إذا عم يقول لي تمت العملية بنجاح، ولاحظوا شباب كان معي $95 صاروا $75. أيضا شباب راح أحول حوالة تانية بقيمة $20 لشخص تاني في سوريا. إذا راح أضغط على إضافة مستلم، بعدين بضغط على صورة، بعدين بنختار صورة الQR من المعرض. هلا بنضغط على أظهر الحساب. إذا كان زبون دائم عندك بتضغط إضافة، أو تضغط على إرسال بشكل مباشر لتحول له الحوالة. إذا هون بتختار العملة المتوفرة معك. إذا دولار معك دولار بتحط دولار، سوري بتحط سوري. أنا معي دولار، راح أضغط على دولار وحدد المبلغ كمان $20، وبعدين بنضغط على إرسال. إذا هيك شباب كمان تمت العملية بنجاح. إذا هيك شباب صار أنت وبتركيا عم ترسل حوالات لناس في سوريا عندهم حساب شام كاش. هلا شباب إذا بتضغط على التحويلات بيطلع لك أسماء الناس يلي حولت لهم مصاري عبر حسابهم في شام كاش. إذا بدك وصل للحوالة بتضغط على أي اسم بشكل مستمر بيطلع لك وصل الحوالة، وبإمكانك تعمل له مشاركة عبر الواتساب مع صاحبك يلي حولت له المصاري مشان تأكد له أنه تم الإرسال بنجاح. طيب شباب إذا بدي أرسل حوالي لشخص بسوريا بس ما عنده حساب بشام كاش، بيمشي الحال؟ طبعا بيمشي الحال. بهالحالة شباب رح أضغط على الخدمات، وبعدين بضغط على حوالات. تطلع لي عدة شركات، رح اختار شركة الفؤاد. هلا هون شباب بتختار العملة اللي بدك تحولها، دولار، ليرة تركي، ليرة سوري. أنا اخترت الدولار. القيمة قديش؟ $15. هلا بتحط هون اسم المستفيد وليكن سعيد العلي. رقم هاتفه بتحط رقم هاتفه. هلا بالاخير بيعطيك الملخص، عمل لك بدك تحول له $15. هيك صار الصرف. عمل لك بده يوصله مبلغ
تقريبا 168 ألف ليرة سوري بيستلمها من شركة الفؤاد المتواجدة فروعها في سوريا. هلأ إذا ضغطت على تحويل بتكون تمت الحوالة، وهون أنا ببعت الإشعار إلى صديقي يلي حولت له المصاري عبر الواتساب.